لما فيها من الفرح والسرور وإلى آخره. رؤيا ثانية، كان عندي قضية أبحثها اللي هي مسألة كيف إذا وضع الموحد في القبر وعليه ذنوب. طبعا الموحد سيسأل ويجيب، طيب لو كان زاني متى يعذب في القبر؟ كنت أبحث في المسألة. ذاك اليوم في أيام بحثي كان ماخذ معي كتاب التذكرة حق القرطبي، الموضوع مشغلني فعلا. وجدت بعض الإجابات على المسائل اللي أبغاها في القضية هذه، لكن كان يومها جوالي الصباح أفتحه 8:30 9، أحيانا أخليه إلى 10 أفتح الجوال. ذاك اليوم أنا ماسك كتاب التذكرة ونفسي هنا ترى طفشان مرة قرفان، والله مالي نفس ذاك اليوم بس إني أتغصب في كتابي ولا ودي وأنا في المكتب. والله حتى والله اليوم غريب ذا، ما جلست على الكرسي الطبيعي اللي يجلس عليه الواحد خلف الماصة، جلست في مكان الضيوف، ماني مزاج حتى إني أتقهوى من دون نفس، وماسك الكتاب ومتأثر. كتاب التذكرة خطير جدا يعني في باب الوعظ، أخذته مختصر طبعا. جوالي احترق، يرن 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 يرن، أطالع نفس الرقم، أشغل لي يكرر يكرر يكرر، وبعدين الرسائل، بدأت الرسائل واتساب، تكفى رد. إيه الله يخليك، الله يرحم والديك. اكتشفت إنها حرمة، ما يحتاج، عارف الزميل. الحاح قوي جدا. شوي انقلبت من الواتساب صارت على النصية، رسائل نصية ورا بعض ورا بعض ورا بعض. قلت يا أخي شوف خلني أرد عشان أفتك. صرت أبغى أخذ الموضوع إيش؟ عشان أفتك خلاص. قبلت معي، قلت خلني أشوف. بعدين ذكرت نفسي، قلت يا أخي هذا تفريج كروبات، لأن بعض الناس فعلا يرى الرؤيا، والله العظيم فعلا يا أخي الصحابة شكوا من ذلك، يقول أرى الرؤيا تمرضني. أبو سعيد الخدري يقول أرى الرؤيا تمرضني، وفعلا اللي ليس له علم في مثل هذا تمرضه، ما يدري ايش الموضوع، يومه كله يكون منكد، يمكن ما ينام بعد. قلت يا رجل هذا من باب تفريج كربة، خلني أرد. نعم. ألو؟ قلت أيوه حاضر خير إن شاء الله. نعم. قالت عندي رؤيا. قلت مو بوقت التفسير الآن، لأني لي وقت معين أجيب عليه، بس لا حد يدق علي يلاقي مشغول بعدين يعتب. ما مشغول عارف من الحين، حتى أحيانا أعلق، أدق على 902 وأخليه معلق عشان آخذ راحة. هذه الشفرة حقتي. قالت عندي رؤيا. قلت مو بوقتها. قالت أسألك بالله تجيبني، أقسم بالله لي كم يوم ما أنام بسبب هذا المنام. قلت أوه هذه صادقة في شيء. شو الموضوع؟ طيب اصبري خلني أركب السماعة. ركبت السماعة، طلعت من مكاني، جلست على الكرسي حقي، حطيت الجوال قدامي، تفضلي. قالت اسمع يا شيخ. قلت نعم. قالت رأيتني في سيارة ومعي أخي ومعي مرأة أخرى صالحة، المرأة الثانية المرأة صالحة، وأشوفنا يا شيخ طالعين زي الجبل. لاحظ قبل ما أكمل لك الرؤية أنا كنت أبحث في إيش؟ أنا أبحث في عذاب القبر، وكيف لو مات صالح وعليه ذنوب كبائر هل يعذب هنا ولا يعذب يوم القيامة؟ هذه نقطتي. الآن الرؤيا ساقها الله لي، والله الذي لا إله إلا هو، نعمة من نعم الله علي هذه الرؤيا، لذلك أفردت فيها محاضرة ولن أردها عن أحد، سأنقلها في كل مكان. قالت فرأيتني في سيارة نطلع مكان عالي يا شيخ، ثم انقلبت السيارة. قلت طيب وبعدين؟ قالت لما انقلبت السيارة يا شيخ شوي حسيت نفسي في القبر وكأني في اللحد. قلت أوه الموضوع كبير، هذه رؤيا، هذه مي بسواليف، هذه رؤيا، دخلنا في الجامد الآن. بدأت والله أحاسيسي تتغير، وبديت يعني مدام فيها قبر فيها موت الموضوع رؤيا، يعني لازم تكثر من الانتباه. فقالت والله يا شيخ كأني بعد ما انقلبت السيارة مت، ثم وضعوني في القبر، ثم جعلت في اللحد. قالت ثم أتاني الملك فضربني ضربة، ثم يا شيخ صار يخرج مني نار من فرجي ومن فمي، فكان عذاب قوي جدا علي.
عذاب جدا قوي علي، ماني قادر أسوي أي شيء. وكان يقول لها يعني يقول لها ذوق العذاب، والنار تخرج من فرجي ومن فمي. هذا عقاب أهل الزنا. أنا إلى الآن ما أدري من هي، لكن تقول والله عذاب لا يمكن أن يحتمل. فكنت أريد أن أستنجد بأحد، ما لقيت أحد. شوي لقيت لي واحد جالس هناك، فصرت أقول له ساعدني ساعدني الله يخليك. الرجل هذا وش وصفه؟ كان رجال تعبان زي المريض اللي ما يستطيع أن ينفعك بشيء. يقول لها ما أقدر، فكانت تقول لا إله إلا الله. يقول لها الملك ما ينفعك. تقول لا إله إلا الله. يقول لها ما ينفعك. وهذا الرجل الذي أمامها يقول أنا ما أقدر أساعدك في شيء. هذا بيت القصيد من رأيه. والتفسير؟ التفسير واضح. طبعا الرؤية اللي بهالطريقة يستحيل أن تأتي من شيطان، لأن أقسام الرؤى ثلاثة: رؤية من الله عز وجل، إما تحذير وإما ترغيب، زين، وإما من أحاديث النفس أو ما يقال أضغاث الأحلام، والثالث من الشيطان. طبعا هذه لا. طبعا من باب الأمان أن دائما صاحب الرؤية أسأله حتى يكون التعبير أدق، لكن اللي في القنوات ما يسأل. كنا أنا أشبههم بعلب البيبسي، حط ريال يطلع بسرعة، ما تعرف من اللي قدامك، ما تسأله، ما تدري مع الحال، على طول تجيب. لذلك أكثر من في القنوات الآن الخطأ فيهم أكثر من الصواب، والتدمير للبيوت والإساءة إلى الناس. هذا الواقع. المفروض للمعبر المتقي لله عز وجل إن كان يسأل، يشوف ابن سيرين، سيرة ابن سيرين كان تعرض عليه 100 رؤية يعبر واحدة. ابن سيرين إن عندنا تعطيه 100 يعبر 101، لأنه واحد إضافي. الشاهد قلت لها يا أختي الله يجزاك خير، الرؤية تدل على شيء ما أبغى أقوله. أنت إيش؟ أنت إيش قاعدة تسوين؟ أنت واقعة في كبيرة من كبائر الذنوب. أنا واصل معي أصلا، أنا مبين عندي إنها زانية، إنها تزني، ولا هي زنا مرة واحدة، بين مكشوف، ما يمديها تكذب. حتى لو قالت لا مو صح أقول كذابة. مستحيل ترى رؤية بهذه القياسات وتكون ما هي بزانية. والله يا أخوان جابتها، انهارت بالبكاء. هي بكت وأنا بكيت، لا أخفيكم، لأن أصلا الرؤية مؤثرة في الوقت اللي أنا فيه. أنا قاعد أنظر وأبحث في مسألة عذاب القبر للموحد لو كان من العصاة. تقول نعم أنا متزوجة وذات أولاد وأزني وأستغفر الله وأتوب إليه، ثم انهارت بالبكاء. بكاء، وعليكم السلام، بكاء والله مرير يقطع القلب. أنا كذلك ضعفت كثير، فما أستطيع أني أنصح، لابد من النصح، لابد من استغلال الوضع الحالي الآن. قلت بعد ما تهدئين ارجع اتصلي علي مرة ثانية. فبعد يمكن 45 دقيقة نص ساعة، طبعا أنا خلال النص ساعة هذه ال 45 دقيقة أنا ماني بطبيعي، أنا في وضع مو طبيعي. أنا الآن الله عز وجل يريني شيئا يزيدني إيمانا بما قاله عليه الصلاة والسلام. الرؤيا هذه تصف ما جاء في البخاري. هذا الحديث في البخاري. عزم متزوجة يا شيخ برضه، متزوج محصن وذات أولاد، فتبكي على إيش؟ يعني أنا اختلطت الأمور عندي الآن. أنا عندي قضية قاعد أعالجها وأتابعها والله عز وجل يسوقها إلى عندي الآن، وهذه الرؤية حق. فوالله طلبت منها بعد 45 دقيقة أو ساعة تكلمني. لما كلمتني قالت أما أنا يا شيخ فأسأل الله عز وجل أن يتوب علي وادعي لي. قلت والله لك علينا الدعاء لكن أستأذنك. قالت نعم. قلت أن أعرض هذه الرؤيا، وأنا ما أحب أعرض الشيء هذا إلا لمصلحة. وأمر آخر أوعدك ما أعرضها في مكان إلا أسأل الحاضرين أن يدعون لك. أنا ما أبي أعرفك ولا أرضك ولا سماك، لكن أسأل الله عز وجل أن يتوب عليك. عذاب القبر تراه بأم عينيها. كلام النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، غائب عنا. الآن توصف لك مثل ما في الحديث. هي ما قرأت الحديث أنا متأكد، تجيب لك. والرجل الضعيف هذا عملها. أليس النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث
أن العبد إذا وضع في القبر بعد أن يسألانه الملكان 3 أسئلة لسهل أن تجيب عليها الآن، لكن هناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. فتنة عظيمة في القبر، كل واحد سيفتن في القبر لا يغيب عنك. النبي عليه الصلاة والسلام على جلالة قدره ورفعة مكانته عند ربه كان يقول: والله ما نظرت إلى منظر إلا والقبر أفظع منه، موحش مظلم. شوفك الآن أنت لابس البشت، لكن اللي في القبور الآن من يدفيهم إلا العمل الصالح. والله ما يدفيك إلا العمل الصالح. فوالله هذه الرؤيا أنا تأثرت بها وإلى الآن أتأثر. تخيل تقول له ساعدني، يقول له أنا ما أقدر أساعدك، هذا العمل. لذلك العبد إذا وضع في القبر أتاه رجل جميل الوجه والمظهر، قال: وجهك الذي يجيء بالخير، من أنت؟ يقول: أنا عملك الصالح. عملك الصالح اللي تسويه الآن موجود في القبر، هذا أنيسك. هناك الأنيس، مو أنا ولا الشيخ يوسف، ما راح نأنسك. حبيبنا عبد الله رحمه الله تعالى الآن أعمالها يستفيد منها في قبره. وأسأل الله أن يجعلها خالصة، أسأل الله أن يجعل الآن في الفردوس الأعلى، أن يفتح لهم من باب أبواب الجنة. يا حي يا قيوم يرى مقعدها الآن. هناك بينفعك حبيبي، هناك بينفعك الصلاة، هناك بينفعك الطاعة والعبادة والاقتداء برسول الله. هناك هي كانت. أما الآخر فإذا رآه أتاه رجل قبيح المنظر تشمئز منه النفس، يقول: من أنت؟ قال: أنا عملك السيء. يجيك هذا رفيقك في القبر، هذا الرفيق. فأصلح رفيقك الآن. ابتدأنا المحاضرة أصلح قلبك، أنا أقول أصلح رفيقك. الله عجيبة هذه القبور والضغطة. أنت تحس بالكلام هذا، أنت إذا ما اقتنعت فيه الآن حتقتنع فيه بعدين. ارميه ولا ظهرك، لا تخاف، بل والله الزم من يخوفك بالله عز وجل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين. والله ما تجتمع عليك، أقسم بالله ما تجتمع عليك، لأن الذي قال لا يكذب. قال: من أمنني في الدنيا، يعني عامن من عذاب الله عز وجل، خوفته يوم القيامة، يوم الكروبات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تبلى السرائر. هنا ما تبلى السرائر، هنا ما قدامنا شيخ، لكن هناك تبلى السرائر والمعتقدات تخرج. قال: ومن خافني في الدنيا، إيش كانت الجزاء؟ قال: أمنته يوم القيامة. الأمن يوم القيامة. لذلك عثمان بن عفان فقيه من فقهاء الصحابة. العجيب إنه ما كان إذا ذكرت الجنة والنار يبكي، لكن إذا ذكر القبر يبكي. فسألوه: ليه يا أمير المؤمنين؟ قال: لأن هذا أول منازل الآخرة. إذا صلحت الأمور هنا خلاص، اللي بعد عادي، انتهيت، أمورك زينة بعدين. إلا ما كان من حقوق المؤمنين تقتص أنت وياهم على باب الجنة. حفرة اللحد، ما تدري متى لا يغرك شيطانك ولا تغرك دنياك. لذلك يا أعصى العصاة في كلمة واحدة كتبها واحد ما عرفه بس أدعي له. واحد كتبها على لوحة في شارع الأبراج عندنا في الرياض، عائشة بنت أبي بكر، كلمة شبابية زي الكلام الدرر اللي يقوله حبيب يوسف، كلمة بسيطة مو حديث ولا آية، كاتبين في لوحة زي كذا: لا تلف ولا تدور، مردك للقبور. والله هذه أخذتها وحطيتها تغريدة، ترى كلام معبر. لا تلف ولا تدور، عادي بتطيع بتعصى، مردك للقبور، ما عليك وزير والله ترجع راجع له، يلا طلع نفسك. إذا نزلت هناك خلهم يطلعونك. وليش ما يرجعون أهل القبور؟ حيدر علي بن أبي طالب ليش ما يطلع؟ عمر الفاروق القوي ليش ما يطلع؟ لا تكابر، هو المصير. اصلح مصيرك، اصلح قلبك، اصلح عملك الصالح، هناك تلقاه. ابذر البذرة ثم تعود. على العموم قصة رؤيا زانية موجودة، رؤيا كاملة، لكن أنا قبل ما أقول رؤيا أنا خليتها محاضرة، أدخلت فيها حديث البخاري، جعلتها يعني بقالب مو بقصصي، لا خليت الرؤيا في آخر شيء لمن أحب أن يستفيد منها، مو بدعاية اللي لا والله هذه من أعظم المواعظ، ولا الرؤى فيها مواعظ كثيرة جدا مرت علينا كثير، بس حتى لا يسحبنا الوقت. لكن أنا أوصيكم بهذه، لأني حاولت أجمع بين حديث البخاري الرؤيا اللي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا ومن يعذبون في القبور وآخر، والمغتابين كذلك، لا لهم نصيب في القبور لا تخاف.
اغتب المسلمين لا تخاف، حتعذب فيها في القبر حتى وانت صالح، حتاكلها هناك ان شاء الله، تخمش وجهك مضبوط في القبر، في القبر موجوده. زين، فاوصي من اراد خيرا فقد جمعت بين الثنتين واتيت حتى بالرؤيه كامله من دون يعني حذف بعض الاشياء فيها. خلصنا، انتهينا. اسال الله العظيم رب العرش العظيم